بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا في معبد حتشبسوت. بص حضرتك، ادي هو اللي هو المبعوثين المصريين، والليدر القائد باركسي بيقدم هدايا مشغولات ذهبية لباري هو اللي هو حاكم بلاد بونت. وفوق في الصف العلوي نفس الشخص اللي هو حاكم بلاد بونت بيقدم الهدية اللي هو ورق الحنة لبار نحسي، بيقول له متشكرين، وحاطط ايده على صدره بيقول له متشكرين. وفوق الناس اللي هم المصريين في طريقهم في رحلة العودة إلى مصر. طيب احنا هنا اللي شدد انتباهنا اللي هو السمار ده، اللون الأسمر ده، اللون الأسود ده، اللي هو يشبه اللي هو السمار بتاع المستوى الأول بتاع الجبل. يعني المعبد ده اسمه معبد ملايين السنين. يبقى ليه الشريط الأسود ده؟ الشريط الأسود ده علشان خاطر التسمية بتاعت المعبد على إنه هو كأنه نبع من زي ما تقول كده بداية الخليقة، واتنشأ المعبد ده على حسب المعتقدات المصرية القديمة إنه معبد عظيم أو معبد ملايين السنين، لأنه ده السواد أو اللون الأسود يشبه اللي هو القاع اللي هو بتاع البحر الأبيض المتوسط اللي هو في الجبل هنا. أنا هوريه حضرتك، خليك معايا ثواني. ثواني. وعليكم السلام ورحمة الله. عاوز اوري لك انا اللي هو السواد اللي هو بداية الجبل اللي على شكل ضمي، لان هو ده كان قاع البحر الابيض المتوسط من 50 مليون سنة، والجبل اتكون ب50 مليون سنة. ده كده كلام علماء الجيولوجيا الامريكان في البحث بتاعهم. بص حضرتك، هناك معبد نبح بيت رع منتحوتب الثاني، وده معبد حتشبسوت. والشريط الاسود اللي هناك ده لو حد سألك عليه قول له ده بالمقارنة بانه الشريط الاسود اللي بتاعت الجبل ده اللي هو قاع البحر الابيض المتوسط من 50 مليون سنة، وبعد كده تكون الجبل هنا فوق بملايين السنين. ولذلك حتشبسوت وسننموت سمى المعبد ده معبد ملايين السنين. شكرا.